يا مساء الورد والفل والياسمين. النهاردة هنعمل مع بعض المكرونة البشاميل. في حد طلب مني مكرونة بشاميل، بس قال لي يا فريدة احنا عاوزين نعمل البشاميل مش لازم يكون عندنا بقرة في البيت عشان نعمل البشاميل كتير او لبن كتير، بما ان اللبن مش متوفر في كل الاماكن. وكمان عاوزين كمية المكرونة تبقى حلوة كده ومحترمة وتكفي معانا يومين، خصوصا لو العيلة مثلا كبيرة. هنعملها النهاردة بطريقة حلوة ولذيذة، مش هقول ان هي اقتصادية زيادة عن اللازم، بس هي موفرة شوية الى حد ما يعني. تابعوا معايا الفيديو للاخر، واثقة النهاردة في الفيديو ان هعملها لكم بطريقة حلوة وطعمها هيبقى لذيذ جدا وريحتها هتجيب اخر الشارع، كمان مش اللي في العمارة بس، هتجيب اخر الشارع. تابعوا معايا الفيديو للاخر. لو انتوا لسه اول مرة تشوفوني، انا اسمي فريدة، اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول على الفيديو. اول حاجه هبتدي بيها هي سلق المكرونه. عندي ميه، مهم ان الميه يكون كميتها كده محترمه عشان المكرونه تتسلق براحتها. هنزل فيها بنص معلقه صغيره من الملح. لو تلاحظوا هنا استعملت 2 باكت من المكرونه، الباكت الواحد كان 400 جرام، يعني كميه المكرونه اللي انا استعملتها 800 جرام، يعني كيلو الا 200 جرام. نوع المكرونه اللي انا استعملتها كان اسمها لمتنا، النوع ده حلو يعني بستعمله دايما وبيكون لذيذ. في الملكه، في حواء تقريبا، في انواع كتير، وفي كمان السايبه بتبقى حلوه قوي. المهم نوع المكرونه اللي انتوا بتستعملوه استعملوه زي ما هو، وانتوا عارفين طبعا ومجربين ازاي هي بتتسلق. انا باخد المكرونه كده بحطها واقفه زي ما انتوا شايفين، مجرد ما الجزء اللي في الميه تحت بيطرى ببدا ان انا انزل فيها بايدي او بشوكه، معلقه، يعني اي حاجه. بلاش تكسروها عشان هي لما تدخل الفرن هتستوى برضو، فلما تتكسر مش هتبقى حلوه كده وانتوا بتاكلوها بعد التسويه خالص بالشوكه. تمام، هتحسوا لو انتوا كسرتوها تاكلوها بالمعلقه، ما ينفع لهاش شوكه. تمام كده. فجبت هنا الشوكه المخصصه للحاجات دي وحطيتها كده، قلبتها بعد ما كلها طرت، وهسيبها تغلي مده 10 دقايق مثلا، يعني لحد ما المكرونه بتاعتنا تغلي بشكل صح. عايزاها تغلي حلو، بس في نفس الوقت لما تغلي كده وتطرى يعني تتسلق، ما تعجنش معانا، يعني اسلقوها حلو خالص، بس المهم ان هي تكون محتفظة بشكلها، ما تعجنش منكم. خلاص كده. بعد كده هاخدها واصفيها في المصفى، ومش يعني مش هشطفها بمية ولا اي حاجة، انا عايزاها تفضل محتفظة بكمية النشا اللي فيها كده. هنا خلاص احنا سلقنا المكرونة بتاعتنا. تعالوا بينا بقى نعمل حشوة اللحمة المفرومة. طاسة سخنة على النار، ولما اقول سخنة فانا عاوزاها تكون سخنة سخنة يا جماعة، مهم جدا. وهنزل فيها بمعلقتين كبار من الزيت. طيب ممكن تستعملوا سمنة او زبدة، المتاح عندكم مفيش فيه مشكلة. الطاسة لازم تكون سخنة، لان اللحمة بتاعتنا لو نزلت والطاسة مش سخنة بشكل صح هتنزل سوائل وهتنشف معايا. انا عايزاها تكون سخنة، وانزل على طول باللحمة زي ما انتم شايفين كده، وبمعلقة او استاتيولا او شوكة اي حاجة، هبدأ ان انا اكسر فيها كده، ومش هقلب فيها لحد ما اتأكد ان الجزء اللي تحت اخد اللون اللي هو البني ده، يعني لونها اتغير. المهم ان انا افضل اكسر فيها كده. شايفين هو على طول على فكرة عشان الطاسة سخنة لونها بيتغير، فهقوم مقلباها على طول زي ما انتم شايفين كده. انا عاوزه اللحمه بتاعتي تكون مخرزه. ازاي هعمل يا فريده اللحمه مخرزه؟ اول حاجه ان الطاسه بتاعتنا تكون سخنه، اكسر فيها كده كل شويه زي ما انتم شايفين كده، سواء بشوكه او بستاتولا زي ما انا قلت لكم الاول. خلاص. وده هيخلي سخونيه الطاسه، هيخلي اللحمه تخرز معانا. بالمناسبة كمية اللحمة يا جماعة معانا كانت نص كيلو. بعد كده بجيب بصلتين حجمهم يكون كبار كده، بصلتين حلوين محترمتين كده، وبقطعهم مكعبات صغيرة خالص، وبنزل عليهم، يعني بنزل على اللحمة بالبصل. وكمان بجيب قرنين من الفلفل الأخضر العادي وبقطعهم مكعبات صغيرة. لو انتوا مثلا عندكم أطفال بيبيهات صغيرة فبلاش تحطوا سبايسي، لو مفيش عندكم أطفال وبتحبوها تكون يعني سبايسي شوية، فممكن تحطوا قرن شطة كده تقطعوه مكعبات صغيره. بقلبها بقى كويس جدا كده. وعاوزه اقول لكم كميه البصل على فكره مش كتير خالص، ومش هيبقى ليها يعني مش هتبقى باينه معانا ولا اي حاجه. خلاص. البصل الكتير ده يا جماعه
هيخلي اللحمه بتاعتنا يكون طعمها مسكر. نزلت عندي بعد كده بمعلقتين كبار من الصلصه. ممكن لو ما عندكوش صلصه تحطوا طماطمايه كده كبيره متقطعه مكعبات صغيره، او تجيبوا طماطمايه وتبشروها بالمبشره. خلاص كده او كده مفيش مشكله خالص. انا كتير برضو بعمل الطماطمايه اللي هي المبشوره دي او المتقطعه مكعبات. كان عندي صلصه بصراحه طالعه بره الفريزر، فقلت خلاص بدل الصلصه جاهزه احط معلقتين الكبار من الصلصه. تعالوا بينا بقى نحط التوابل بتاعتنا. هنزل عندي بنص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من البهارات السبعه، وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وهنزل بقى عندي ببشر كده بسيط من جوز الطيب، يعني ربع الحبه تقريبا. جوز الطيب بيديها نكهه حلوه قوي يا جماعه. عاوزه اقول لكم ما تكتروش توابل عن كده ولا تحطوا توابل مختلفه عشان نحس بطعم اللحمه في المكرونه بتاعتنا. كتر التوابل بيضيع طعم الاكل عموما. خلاص، فاللي متابعني عارف ان انا بحط توابل قليله عشان بحب كل حاجه يكون طعمها ظاهره معانا. انا مجرد ان انا بنكه الاكل مش اكتر من كده. خلاص، هاخده كده تقليبه محترمه كده واسيبه بقى على نار هاديه مده ربع ساعه. مجرد ما اللحمه بتاعتنا تنزل ميتها في الوقت ده هتكون خلاص جاهزه معانا. خلاص، المهم ان انتوا تغطوا عليها وتهدوا النار خالص يا جماعه عشان ما تنشفش منكم. وبكده حشوه اللحمه المفرومه تكون جاهزه معانا. عاوزه اقول لكم مع انها بسيطه قوي بس كانت ريحتها اللحمه لحد الان كانت رهيبه يا جماعه، وماليه البيت كأن انا عامله ايه. يعني بجد ولادي كانوا بيقولوا لي انت عامله ايه يا ماما، بس ما كنتش لسه كملت المكرونه. يعني هي اللي كنت عملته زي ما انا ماشيه معاكم كده في الفيديو بالظبط بنفس الترتيب. تعالوا بينا بقى نعمل البشاميل بتاعنا. حله سخنه على النار، هنزل عندي ب5 معالق كبيره من الزبده وعليهم 3 معالق كبار من السمنه. ممكن تعملوا الكميه كلها زبده مثلا او الكميه كلها سمنه. ممكن تعملوا ميكس ما بين السمنه والزيت لو ده اللي متوفر. ممكن تعملوا ميكس ما بين الزبده والزيت، يعني شوفوا ايه اللي انتوا حابينه واعملوه. مفيش حاجه بصراحه هتقول لا خالص. مجرد ما الماده الدهنيه دي تفك كده معانا هنزل على طول بالدقيق. كمية الدقيق اللي انا عملتها 6 معالق كبار من الدقيق. ممكن تستكتروهم بس يا جماعة ما تنسوش احنا عاملين كيلو الا 200 جرام من المكرونة. تمام كده. طيب هنقلبه كده تشويحة خفيفة. انا مش عاوزة الدقيق ياخد لون مصفر ولا اي حاجة، انا بس بشمعه بالمادة الدهنية مش اكتر من كده. لو صفرتوا الدقيق بتاعكم البشاميل هيكون لونه مصفر شويه، لكن انا بصراحه بحب يكون ابيض. وده اصلا الوصفه الاصليه الفرنسيه للبشاميل هي بتكون بيضه، لانهم مش بيصفروا الدقيق خالص. كل اللي بنعمله ان احنا بس بنديله تشويحه خفيفه. وبعد كده بنزل بكميه الحليب. كميه الحليب اللي كانت معايا 6 كوبايات من الحليب، يعني تقريبا كانوا 1.5 لتر. لما بنزل بالحليب ما بنزلش بيه مره واحده، انا بنزل بكوبايه كوبايه. واول ما بنزل بالكوبايه الاولى على طول بالمضرب اليدوي بتاعي او المعلقه الاستاتولا الهاند بلندر مضرب كهربائي، شوفوا ايه المتاح عندكم واستعملوه. المهم ان انتوا تخفقوا بسرعه شديده جدا عشان ما يتكتلش منكم. خلاص، وبعد ما يتماسك زي ما انتم شايفين كده هجهز على طول بالكوبايه التانية اللي معايا. خلاص، واقلب. كل ما تبقوا سريعين في تقليب البشاميل مش هيتكتل ولا يخرز ولا يحبب منكم ولا اي حاجه، ومش هتحتاجوا ان انتوا مثلا تعملوه في خلاط او الكلام ده. خلاص، خليكم بس سريعين في وقت التقليب وهيبقى كريمي وناعم. ممكن تحسوا شويه ان هو هنا محبب، لكن على فكره هو مش محبب ولا اي حاجه خالص. قوامه مظبوط جدا. ولسه ما نحط كميه اللبن كلها هتلاقوه هتلاحظوا ان هو القوام بتاعه مظبوط ناعم ومفيش فيه اي حبيبات. المهم ان احنا بننزل بكمية اللبن واحدة واحدة يا جماعة. ده اهم حاجة. اللبن بتاعنا يكون بارد من التلاجة، ما ينفعش اللبن يكون ساخن. لو اتحط ساخن على فكرة هيكتل منكم. تمام. المهم ان اللبن يكون بارد او بدرجة حرارة الغرفة. عموما ما ينفعش يكون اللبن مغلي. اللبن لو مغلي سيبوه لحد ما يبرد تماما تماما. خلاص كده. هنا بقى كانت خلاص كل كمية اللبن نزلتها، فهبدأ ان انا بالمضرب اليدوي كده زي ما انتم شايفين بقلب بسرعة جامدة جدا عشان ما يتكتلش معاه. طبعا تحسوا ان هو شوية سايل بس هو لسه النار شغال عليه، فلسه هيترابط وقوامه هيتقل. تمام كده.
المهم ان هو طول ما هو على النار لازم تفضلوا تقلبوا فيه. عارفه ان ايديكوا هتهبط، بس كل التقليب ده يا جماعه هيفرق معانا جدا في القوام بتاعه، وهيخلي قوامه كده كريمي وناعم جدا. شايفين قرب يكون ناعم وكريمي خالص يعني. مش هيحتاج مثلا هاند بلندر، ولا هيحتاج مني خلاط، ولا هيضرب ولا هيحتاج ان انا اضربه باي حاجه كهربائيه. طيب يا فريده، لو اتكتل مننا وملحقناش وايدينا هبطت واتكتل ومعرفناش نعمل حاجه، طب هنعمل ايه؟ بعد ما تخلصوا كل طريقه البشاميل باضافه التوابل، خدوه كده واستنوا عليه بس يبرد 10 دقايق او يهدى 10 دقايق، وحطوه في الخلاط. وكده كده يا جماعه محدش شايف حاجه، يعني ما تقلقوش، كل حاجه بتعدي. بقى خلاص القوام بتاعه بقى كريمي وناعم جدا. بس كان طبعا سبته حاجة بسيطة 5 دقايق بس على نار هادية لحد ما اجهز التوابل بتاعته. خلاص طبعا لو انتوا طفيتوا النار برضو هو قوامه هيثقل كده شوية. هنزل كده برشة من القرنفل المطحون. انا كان عندي القرنفل ده مطحون بس طحنة كده جرشة يعني، تمام، مجروش كده. فنزلت برشة خفيفة خالص يا جماعة، مش كتير. لو القرنفل عندكم حبيبات يعني الحبة زي ما هي مفيش مشكلة خالص، مش هتقول لا. بس وقت ما تيجوا تحطوه في المكرونة حاولوا ان انتوا كده ايه تصطادوها. خلاص. ونزلت عندي بقى كمان برشة من جوز الطيب. عاوزة اقول لكم طريقة البشاميل النهاردة هي الطريقة الاصلية الفرنسية للبشاميل، اللي هي الطريقة اللي مفيش فيها لا تعقيدات ولا صعبة ولا اي حاجة خالص. مش عارفة ليه دايما بنصعب الموضوع على نفسنا يا جماعة. بعد كده هنزل عندي بربع معلقة صغيرة من الفلفل الابيض. الفلفل الابيض موجود عند اي عطار، لو مش موجود عندكم آه تحطوه عادي، تستبدلوه بالفلفل الاسود. طيب ليه بحط فلفل ابيض؟ اولا مش بيغمق لي البشاميل ولا بيخلي لي فيه نقط سودا ولا الكلام ده، وهو على فكره نكهته نفس نكهه الفلفل الاسود بس مع فرق بسيط خالص. وبنزل عندي بربع معلقه صغيره من الملح. بلاش البشاميل تحدقوه او تخلوه حادق شويه، خلوها بس ربع معلقه، ما تكتروش عن كده. ما تنسوش المكرونه وهي بتتسلق حطينا فيها ملح، واللحمه المفرومه كمان حطينا فيها ملح. خلاص هاخده كده تقليبه وارفعه على طول من على النار. لو حاسين ان القوام بتاعه سايل، هو لسه هيتماسك من على النار. وكمان على فكره هو قوامه كده ايه مظبوط، وهيتماسك كمان شويه يعني هيتقل كمان شويه. وهنا يكون خلصنا البشاميل بتاعنا. تعالوا بقى بينا نرتب الصينيه. تعالوا كده الاول اوريكم القوام بتاع البشاميل بتاعنا عامل ازاي. رهيب يا جماعه، مفيش فيه اي كتل ولا فيه اي حاجه خالص. كده خلصنا البشاميل، كمان عملنا المكرونه خلصناها. دي هنا بقى كمية المكرونة كلها هنزل عليها بكمية البشاميل، بس هسيب مغرفتين 2 كده بس احطهم على المكرونة في الاخر خالص، يعني على وش كده المكرونة بتاعتنا. خلاص كده هقلب المكرونة بقى كويس كده، اوزع البشاميل كويس على المكرونة كلها. وحاولوا تكونوا بتقلبوها بحاجة تعرفوا تقلبوا بيها، يعني حاجة تكون خفيفة في ايديكم عشان تقلبوا بيها. كل حاجة هتكون سخنة معاكم، فخلي بالكم قوي في الخطوات اللي جاية دي. هنا بقى جبت الصينية المستطيلة اللي هي المقاس الكبير يا جماعة، تقريبا كان 36 سنتي. نزلت فيه بمعلقة كبيرة من السمنة. تقدروا تستعملوا زيت، زبدة، الموجود عندكم استعملوه. وبالفرشة هندهنها كويس جدا. وهنزل عندي بقى بنص كمية المكرونة تحت، والنص التاني هسيبه لفوق. في ناس بتقول 3/4 تحت والربع الاخير فوق. لا يا جماعة، المكرونة البشاميل على فكرة الصح فيها حتى لو رحتوا مطاعم طبعا بتبقى مختلفة، اللي احنا بنعملها في البيت بتكون مختلفة تماما 1000 مرة عن اللي بتتعمل في المطاعم. بس حتى لو انتم رحتوا مطاعم مثلا كبيرة، حجم او كمية المكرونة اللي تحت بتكون قد اللي فوق، وده المفروض فيها. حاولوا كده تشوفوا اي حاجة كده في صور او اي حاجة هتعرفوا انا بتكلم ازاي. خلاص. فحطوا نص الكمية تحت والنص التاني سيبوه فوق. المهم هنضغطها كده كويس بايدينا زي ما انتم شايفين
عاوزة المكرونة تكون مضغوطة صح وما يكونش فيها اي تفريغات يا جماعة خالص. بعد كده بقى نزلت عندي باللحمة المفرومة، وزي ما انتوا شفتوني كده بوزعها بايدي. وزعوها بايديكوا عشان كل حتة في المكرونة يكون وصل لها لحمة مفرومة. خلاص يعني يعتبر كيلو الا 200 جرام من المكرونة حطينا لهم نص كيلو من اللحمة المفرومة. النص التاني بقى من المكرونة هوزعه كده فوق زي ما انتم شايفين، جزء جزء، بلاش تحطها كلها في حتة واحدة عشان ما تسيبوش حتة تكون مثلا مكشوفة. افردوها، شايفين انا بفرد كده، وفي الاخر بحط الحتة اللي احس ان هي مكرونتها قليلة اقوم حاطة كده ايه شوية من المكرونة كده على الوش. خلاص يا جماعه، لو المكرونه بتاعتكم خلصت وحسيت انه في مثلا جزء محتاج شويه مكرونه، فهنغطي كل حاجه بالبشاميل، يعني ما تقلقوش لسه التقيل جاي قدام. هنزل بقى عندي بالمغرفتين بتوع البشاميل اللي انا كنت سايباهم للاخر، وهوزعهم كده بالراحه وواحده واحده. اوزع بقى البشاميل كده بالمعلقه، اي جزء حاسه ان هو مكشوف شويه مفيش فيه مكرونه كتير بظبطه كده بالبشاميل بتاعي. خلاص كده يا حلوين. المكرونه دي بقى انا عملتها كده بين بالليل وقلت هسويها تاني يوم، فلو انتوا عندكم عزومات ممكن تغطوها بكيس بلاستيك كده او بستريتش، يعني المتاح عندكم. المهم لازم تغطوها لو انتوا هتحطوها في التلاجة. خلاص كده يا حلوين، عشان وشها او البشاميل بتاعنا ما ينشفش مننا. طيب تاني يوم على طول لما خرجتها من التلاجة بشيل الكيس ده على طول كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ ان انا انزل عليها بقطع كده صغيرة من السمنة البلدي، هوزعها على وش المكرونة بتاعتنا. ممكن تحطوا جبنه رومي، جبنه موزاريلا، جبنه شيدر، المتاح عندكم. بس انا بصراحه ما كانش عندي الكلام ده كله فحطيت سمنه بلدي. ممكن تحطوا زبده، ممكن تحطوا سمنه عاديه، المهم يعني حطوا حاجه من الاضافات دي. على فكره ما كنتش بعمل قبل كده البشاميل خالص على وشه سمنه، بس فرق على فكره معايا خالص. يعني دايما كنت بحط جبنه مثلا رومي او موزاريلا شيدر اي جبن، لكن السمنه دي كانت جديده بالنسبه لي. يعني قلت كده ايه اما احط سمنه، فرق معايا جدا في التسويه بتاعه الوش بتاعتها او في حمرها. وكمان يعني اللي بياكل منها يقول تسويتها كده محترمه. عموما هندخلها الفرن بقى على طول. الفرن بتاعنا لازم يكون ساخن، مجرد ما بتاخد لون حلو كده ذهبي من الجوانب بفتح عليها الشوايه من فوق، بتاخد اللون الجامد اللي انتوا شايفينه ده. هي مش بتاخد على فكره وقت في الفرن، تقريبا من 30 دقيقه ل 40 دقيقه، مش اكتر من كده. شايفين رهيبه يا جماعه. وطبعا ما ينفعش بقى ننسى رشة الكزبرة الجميلة او رشة البقدونس، يعني المتاح عندنا بيكسر اللون، وعلى فكرة بيديها طعم برضه حلو. انا بحب الحاجات دي بصراحة مع المشاوي او المكرونات. تمام. تعالوا بينا بقى نقطعها. اول واحده كده بنشيلها ممكن ما تكونش مظبوطه قوي، مع انها والله كان شكلها حلو زي ما انتم شفتوا. شايفين القطعه طالعه بقى مظبوطه. على فكره انا ما استنيتش عليها ولا اي حاجه، يعني انا اتقطعت سخنه كده وما استنيتش، يعني طلعت من الفرن ولادي قالوا لي احنا مش قادرين عاوزين ناكل. فبجد يا جماعه رهيبه ومظبوطه، ريحتها شكلها طعمها، يعني عاوزه اقول لكم ان هي تحفه تحفه تحفه. وما حسيتش على فكره ان هي مقارنة بانها كفت يومين، ما حسيتش ان هي فيها تبذير. لا حسيت ان هي اقتصادية. لو انتوا قارنتوها مثلا باكلة اعتيادية انتوا عملتوها مثلا في اليوم. شايفين شكل القطع عامل ازاي؟ رهيبة يا جماعة بجد، لازم لازم تجربوها. الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى من كل قلبي النهارده الوصفه دي تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حلوين تعملوا اللايك، ولو وصلت لحد هنا ضروري لازم تشتركوا عشان يوصل لكم الاشعارات قبل اي حد. ما تنسوش كمان تكتبوا لي في التعليقات ايه هي الوصفات اللي محتاجينها الايام دي، بما ان خلاص الدروس دخلت، وكمان المدارس على الابواب. لو حابين ان احنا نعمل وصفات مثلا للمدارس او الكلام ده اكتبوا لي في التعليقات. بس اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.